عليكم السلام يا ابني. قول. محسوبك الاستاذ انور العجلاتي كان زميل الاستاذ عبد الحليم حافظ في المدرسه سوا، وكان انا اللي بغني وهو اللي كان بيقلدني، تاني قلدني لغايه ما غنى وبقى مطرب وربنا سهل له. انا قلت ما دام الاستاذ عبد الحليم حافظ بقى مطرب وكويس والحمد لله، روح انت التمثيل. ودخلت التمثيل وعلى الله ادار الاستاذ رجاء باظه في الافلام، وانا الحمد لله اي فيلم بخشه بحفظه، لدرجه ان انا اقدر اقول لكم على المنالوج المشهور في روايه عواصف اللي البطل فيه كان بيشتغل مهندس في الصحراء، اللي دخل على مراته واتجوزها، وكانت امها صاحبه البيت اللي كان ساكن فيه ايام ما كان طالب في كليه الهندسه زمان، وحبها وخطبها واتجوزها. وفي يوم دخل البيت لقى ابن خالتها قاعد عندها. ازاي ابن خالتها يقعد عندها مع ان ابن خالتها يبقى ابن خالتها وامها تبقى خالته؟ ازاي يكون قاعد عندها؟ وبعدين لما زعل خالص، مع انه علما بانه هو لما كان ساكن في البيت ايام ما كان تلميذ في كليه الهندسه وحبها وخطبها، ما كانش يعرف ان ابن خالتها ده بيجي عندهم خالص. وبعدين امها ازاي تبقى مش موجوده في البيت وابن خالتها يقعد عندها؟ وبعدين هو لما عارف ان لما امها قالت له ان هي اللي تبقى حماته، لما قالت له ان قبل ما تتجوزها انت وتخطبها كان ابن خالتها خطبها وكان عايز يتجوزها هو. وربنا ما انا فاهم حاجه. يا ابني قول بقى اللي عاوز تقوله وخلصنا. ما انا هقول اهو يا استاذ. هو لما دخل الاوضه ولقى ابن خالتها قاعد معاها، وانا زي ما قلت لكم ان خالته اللي هي تبقى حمة المهندس اللي هو كان ساكن عندها وهو تلميذ في كليه الهندسه، اللي هي تبقى امها يعني، كانتش موجوده. وهو طبعا كان عارف ان هو ابن خالتها كان خطيبها قبل كده قبل ما يتجوزها هو. لما دخل الاوضه فضل ابن خالتها قاعد معاها، فراح باصص له كده، بص لها كده، بص له كده، راح بص لها كده، راح متنرفز وراح راجع لورا خدها عليك سويه روح انت طلع. ايه وبعدين؟ الستاره نزلت خير ما عملت والله. وربنا ما انا فاهم حاجه. يعني عجبتكم؟ جدا يعني كويس ان شاء الله. يعني هتبعتوا لي؟ عند ابن خالتها. طيب سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامه. حاجه فرط اوام اوام هتخربوا بيت الله يخرب لكم. دلوقتي تفرج غيره.